كل ما اقابل واحده في الكليه دي تقول لي اني بس يعني كنت عايز اروح كليه تاني، بس بابا قال لي ايه حكايه بابا دي؟ يعني انا بس اللي كنت هخش الكليه دي؟ لا يا فالح، انا كنت عاوزه ادخلها وكتبتها كمان اول رغبه في التنسيق. مجدي نقلت جدول الحصص؟ حصص ايه؟ قصدي جدول المحاضرات يا اخي. ايوه نقلته، بنقولوا مني استغلوا بقى نباتي من اول يوم، حكمان عارفكم بتوع مصر يا حلوين، خصوصا انت يا حلوه حاجه شراويتي. طيب والكتب هنستلمها امتى؟ نستلمها؟ هو احنا في كتاب؟ ده احنا في جامعه يا انسه، جامعه. الكتب هنشتريها كتاب لحد ما نكتب الكتاب. لحد ما نقرا الكتاب. مالك؟ ما انا عارفه، انا قصدي منين يعني. ايوه هي منين دي مشكله فعلا، بس انا يعني باعتباري كان ليا اخ كبير هنا في الكليه وقديم، يعني يعتبر من اعمده الكليه، كانوا بيلبدوا هنا يعني عارفه. قال لي بقى عايز تستريح يا مجدي في الكليه دي، في 3 زمايلنا يعني هم دول بقى الحكايه، واحد اسمه هشام، واحد اسمه مدحت، واحد اسمه مختار، في سنه رابعه. انت تروح لهم على طول وهم اللي هيعملوا لك كل حاجه في الكليه، هم عيال فراوده يعني بكات. طب هم فين دلوقتي؟ بيقولوا في الكافتيريا، ما هم اللي ماسكينها. كافيتيريا؟ هي فين؟ ده انا من الصبح عايزه اشرب نسكافيه. ناهد إيه تعالي بقول لك ايه في نسكافيه دي؟ نسكافيه؟ اسمها نسكافيه، حاجه بتتشرب كده زي الشاي يعني مش دواء؟ ده شراويتي بقول لك ايه، انت حقيقي يعني حقيقي ما كانش ليكي حق انك تيجي الكليه دي. لا هي حقيقي نسكافيه، يعني كان لازم تروحي الجامعه الامريكيه قسم في نسكافيه. انا بكلمكم كطالب زميلكم، بس ليا خبره كبيره في الحياه الجامعيه. انت كطالب لازم تشترك في اسره، اي اسره، لانه من خلال الاسره دي تقدر تحقق كل اللي بتحلم بيه: نشاطات، سفر، رحلات، حفلات، تفوق دراسي، كل حاجه. والاشتراك اللي انت هتدفعه علشان تبقى عضو في الاسره دي وتحصل على كارنيه، ده بيعتبر اشتراك رمزي جدا بالنسبه للخدمات الكبيره اللي احنا بنقدمها لكم. انا باجي الكليه من اخر الدنيا، مفيش اتوبيسات للناس اللي ساكنه بعيد، الاتوبيسات زنقه. سؤال وجيه، الحقيقه دي احدى الموضوعات اللي احنا بندرسها، وفكرنا جديا ان احنا نأجر ميكروباصات. ياي ميكروباصات؟ سياحيه مكيفه، فول اوبشن يعني. شوفوا مصلحه الطالب عندنا اهم شيء وفوق كل اعتبار، والاستاذ هشام مقرر الاسره، هو زميل لينا في الكليه بس مش موجود دلوقتي. افنى حياته وعمره وشبابه في الكليه مش عشان نفسه، عشانكم انتم. يا ابني بطل تلعب في شعر زميلتك عشان انا مش مستريح لك من اول النهار، انا بقول لك. احب اني ارحب بيكم في الحياه الجامعيه، واحب اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا بنقضي في الجامعه اجمل ايام حياتنا، اجمل ايام شبابنا، علشان كده مش لازم نضيع اي يوم بنقضيه في الجامعه هباء. المذاكره والنجاح مش هما كل حاجه في الحياه الجامعيه، لا، لازم نطلع رحلات، نعمل حفلات، لازم نغني، لازم نحب. هو ده هشام؟ ايوه هشام يا شراويتي، هو اصلا قسم تاريخ، خلص تاريخ دخل جغرافيا، خلص جغرافيا دخل اجتماع، موسوعه متنقله، يعني تقدري تقولي كده سوبر ماركت. لا 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 لا، انا مش بهزر، احنا فعلا لازم نحب بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض، ونعمل جاهدين على رفع اسم مصر عاليا، لان احنا مستقبل مصر. ناهد عبد اللطيف زكي، ايه اخبار البيع النهارده ايه؟ قد كده يا هشام. الشاورما زي ما هي، العيال جايبين سندوتشات معاهم ولا ايه؟ الحاله الاقتصاديه بقت صعبه قوي يا اتش. فاكر زمان لما كنا بنبيع 1000 سندوتش في اليوم؟ لميت اشتراكات الاسره؟ في ناس كتير قالت اساميها وقالوا هيجيبوا الفلوس بكره. ومدحت فين؟ انسه شروت، تقدري تعتبري ان انا ضليع في الرياضه الماليه والمحاسبه كمان. وان شاء الله ما دمت انا معاكي اعتبري نفسك ان انت عديتي في المادتين دول، ولما اعمل الملازم ليكي ملزمه هديه. حضرتك يعني؟ لا 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 لا، ما بحبش الجو ده خالص. حضرتك وسيادتك على طول. قولي لي يا مدحت. ما هو اللي مستغربه له ان انت شاطر جدا وواضح انك فاهم كل حاجه، ومع ذلك ما نجحتش، مش كده؟ باين اهو السؤال في عينك دي. وما سبتش الجامعه ليه لحد دلوقتي، صح؟ اهو باين السؤال في العين التانيه. هو السبب بسيط جدا يا انسه شروت، ان انا مسخر نفسي لخدمه الطلبه ولخدمه العلم. تقدري تقولي ان انا النبراس اللي بيضيق لغيره الطريق عشان يشوف ويمشي، الشمعة اللي بتحترق علشان غيرها يشوف ويعيش. لا يستحق ان يولد من عاش لنفسه فقط،
ولا ايه يا انسه ناهد؟ هشام، انت برج ايه؟ الثور. بس انت بتعتقدي في الحاجات دي؟ يا خساره، كان نفسي تطلع برج الجد. وانا كنت صغير معرفش، لما اتولدت ورحت طالع طور كده. وبعدين هو الطور ولا الجدي يعني، ما رحناش بعيد. ازاي بقى؟ لا طبعا في فرق كبير جدا بين الثور والجدي. وبعدين برج الثور بخيل. انسه امل، ممكن اعزمك على 3 حاجه ساقع في الكافتيريا؟ ايوه لكن ارجوكي ما تكسفنيش. عازمك على 3 خلاص، يبقى خلاص هما 2 عشان خاطري. اوكي. سندوتش واحد بس. 2 4. اي الدول على حساب مختار. هات كمان 4 عيدهم على حسابي. السنه دي باين عليها جايه علينا بخساره ولا ايه؟ خد الله. اهلا يا سناهد، اموري. ميرسي، انا هطلب بنفسي. يا شيخ انا عازمك. انا اسفه يا هشام، ما بحبش اعزم ولا تعزم. هشام، الدكتور رئيس القسم عاوزك. الدكتور عرفه؟ لا، ده رئيس القسم الجديد. عايزنا احنا ال3؟ اكيد طبعا احنا ال3. امال يعني بعد اذنكم يا جماعه، رئيس القسم بس عاوزنا، اكيد في مشكله معصلجه قدامه وعاوزنا نحلها له. الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه في الجامعه دي. يلا يا ولاد، بقول لك ايه، الشغل ممنوع وما تملاش السندوتش قوي. يلا. يا ترى عاوزنا ايه؟ اشمعنى احنا ال3 ازاي؟ شكل غير رئيس القسم الجديد ده كشر ظريف ختت طويل قصير تخين، الله اعلم. اتفضلوا يا كباتن. رجب، اقف على الباب، لا تدخل حد ولا تخرج حد. مش ممكن، مش معقول حد يقرصني. هشام، مختار، مدحت، عبود، اتفضلوا. احنا دخلنا الكلية دي مع بعض في يوم واحد. قضيت معاكم اجمل ايام حياتي وسافرت، خدت الماجستير والدكتوراه واشتغلت ورجعت لقيتكم هنا زي ما انتوا. انا زي ما انا وانت بتتغير يا عبيده. فاكر انا يا دكتور لما كنت بتاكل اكلنا؟ ايوه والله ولبسنا بدل. واخرتها هتفضلوا كده؟ يعني الكلية مش طايقاكم. الاساتذة طهقانين منكم. كفاية بقى. في اوروبا الولد لما بيكمل 16 سنة بيسيب البيت، بيعتمد على نفسه. واظن 15 سنة في الجامعة كفاية. تقصد ايه يا عباده؟ الظاهر الدكتوراه غيرتك. لا، الظاهر ان الفلوس اللي غيرته. اسمعوني كويس. هم من فوق. ابوس ايديك وحلوا عني. ارحموني. ما هو انتوا السنة دي هتنجحوا، يعني هتنجحوا. عشان خاطري نفسي احس اني بقيت دكتور ورئيس قسم. ربنا يستر طريقكم يا رب. مظبوط. من شبرا 4 حارة نصار عطفة الحواوشي. بالظبط. وجاي تتقدم لبنتي، الله ينور عليك. وانت كحيان وعدمان وما حلتكش الوضع وواطي. بص هناك، بص هناك، بص مش معانا، بص. ايه يا مختل، ما تبص هنا. انت كده متأكد انك باصص لي؟ انا هجوز بنتي لواحد شباب. اسمع يا مختار، امل مش ليك وانت مش ليها، وهتربس معايا هتربس مع سكينة. مين سكينة دي؟ امك. طلبك مرفوض 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 يا ولدي. بس انا ماليش كلام معاك. ليه؟ هتتكلم مع مين؟ مع تفيدة. تفريد مين؟ امك. امك. ايه ده؟ بس امل، امل بومبا يا حبيبي. امل اتخطبت لابن عمها
كان جاهز يتقدم، وافقوا عليه. انا بقى خدت استماره 6 يعني مرفوض. امال اتجوزت مين؟ انسانه حبتني اتجوزتها. اديك شايف العز اللي انا عايش فيه، لبس، عربيه اخر موديل، دفتر شيكات، من كله يا ابني. اكيد دي انسانه متخلفه عقليا اللي تدي لك العز ده كله. تقدر تقول لي قصاد ايه؟ ايوه قصاد ايه؟ هو لازم كل حاجه قصاد حاجه؟ حبا لله في الله يا اخي كده. ليه يا سيدي؟ مفيش حد بيعمل حاجه لله النهارده. طب مراتك بقى اللي انت متجوزها دي فين هي؟ مش عايشه معاك ليه؟ هو ده السؤال الوجيه اللي انا كنت عايز اساله. مش عايشه معاك ليه؟ ايوه مراتي عايشه في فيلتنا في المعادي. انا بقى كل يوم في سويت شكل، اما اذهب الفيلا كده واتضايق من الباربيكيو، من الساونا، من البسين، اجي اقعد في سويت ما. انا بقول اديله نوك اوت قضيه، اعدل له عينيه ونخلص منه. الو. يا صباح الورد والزبده اللي معجونه بقشطه يا مراته انشراح هانم. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه يا مدحت، ايوه فاكر ميعادنا بكره في فيلا بلبله في الزمالك. في شعري، في شارع حسن صبري. طيب هشام عندك؟ يا ريت يجي معاك، ادهوني. نبيله هانم موجوده؟ مين حضرتك؟ قول لها مدحت وهشام. هي في انتظاركم، اتفضل. اهلا يا هشام، اهلا. ما كنتش متخيل انك انت تيجي. ازيك يا مختار؟ ازيك يا حبيبي؟ برافو، حلو قوي على قدك. بقى حاجه من الفلوس اديتها لك ما تسيحش بقى ولا نقلعها واقابلها بالفانيلا. الله. ايه ده؟ مين دي؟ دي انوش لما كانت بتعمل الفوازير. اتفضل. امال هي فين انوش؟ قصدي انشراح هانم. فوق مع بلبله. عارف بقى عرايس بقى وجداد وحلوين. عرايس. ياه، ايه الحلاوه دي؟ مين القمر ده؟ دي نبيلة هانم الشرباجي. دي نبيلة هانم الشرباجي؟ سنة 42. ده بقى اكيد الشرباجي باشا والد نبيلة هانم. الله يرحمه ويحسن اليه. مش ده الباشمهندس محمد علي باشا برضه؟ هو قريبها برضه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. اصل معالي سعد باشا زغلول لما كان يجي يزور معالي والدي كان دايما يطلب مني ان اعزف له حته موسيقى معينه دايما يحبها. والدتي ربنا يديها الصحه وطولة العمر باولا بارتوك مارتون فارلي كانت دايما تاخدني عند بروفيسور روت سرال فون هايدلبرج عشان اخد درس البيانو. مين ده؟ بروفيسور روت سرال فون هايدلبرج، حضرتك تسمع عنه؟ كان عندي من اسبوعين. البروفيسور؟ لا البارد. نبيلة هانم انا عاشق للموسيقى. يا ترى لو طلبت من حضرتك تسمعيني قطعة موسيقية من اللي اتعلمتيها على ايد البروفيسور اسمه روسر فون هايدلبرج. ايوه ستيجلانو لابورتو وسيد برد. أيوة. ممكن حضرتك تسمعيني ولا هتكسفيني؟ لا طبعا هكسفك، انا ما بعزفش الحاجات دي الا لسعد باشا زغلول فقط. يا راجل اطلع بقى عيش. اب طيب سيبنا نفكر شويه يمكن اقتنع. اوعى تفكر لا ترجع في كلامك. انا عايزك كده تروح بنفسك وتشوف اخوك وصاحبك مدحت عايش ازاي. طلع حسابها كام؟ 6 مليون دولار. 650,000 لامبور. لامبور؟ وعملت انهي بلدي؟ ولا لامبور كمان عندها حساب اللامبور. ادي الجوازات المريحة. يا حزقلك المنيل يا مدحت. هتندب لي؟ ما تردش عليها يا باشا. كبير او انت صغير، وانت كبير او انت صغير، افكارك ممكن تتغير، افكارك ممكن تتغير، تبقى مخير ولا مسير.